توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بمناسبة الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب الرئيس الجزائري في هذه البرقية باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسه عن أخلص التهاني وأصدق المتمنيات لجلالة الملك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يسبغ على جلالته وعلى الأسرة الملكية الشريفة موفور الصحة والهناء، وأن يحقق للشعب المغربي الشقيق الطرد الرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته الرشيدة. ومما جاء في برقية الرئيس الجزائري: وإني إذ أشارككم أفراحكم أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأجدد لجلالتكم حرص التام وعزم الراسخ على مواصلة العمل معكم من أجل تمتين أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع بلدينا، والمضي بها قدما إلى أفق أرحب، بما يستجيب لتطلعات وآمال شعبين الشقيقين في التقدم والرفاه في كنف الأمن والاستقرار.